عامل ايه يا صديقي؟ انا عارف ان انا اتاخرت. المفروض ان الفيديو ده ينزل كمان شويه، كان المفروض يعني ان انا اخلصه من بدري، ف كالعاده متاخر. يا رب كل حاجه تكون كويسه. واحنا صغيرين كنا فاكرين ان الكبار عارفين كل حاجة، لو ضعت ابوك عارف هترجع ازاي، ولو حصلت مشكلة والدتك هتعرف تتصرف، ولو سألت سؤال المدرس هيكون عنده اجابة. بس عمرك ما سألت نفسك طب هو يعرف منين؟ كنت بس بتثق فيهم لان احنا بنكون فاكرين ان الكبار او لما الواحد يكبر بيبقى فاهم كل حاجة. كان عندك يقين جميل قوي في حد في حياتك فاهم الدنيا وعارف يتصرف ويعمل ايه، وده كان اكبر مصدر للامان في حياتك. ولكن لما بتكبر بتبدأ تلاحظ حاجات صغيرة، تشوف ابوك قلقان وهو بيدفع الفواتير، او مامتك محتارة وهي بتاخد قرار مهم، ويمكن في يوم تسأل ابوك عن حاجة والأول مرة يقول لك مش عارف. كلمة بسيطة جدا ولكن احنا ما تعودناش عليها نهائي، لاننا بنكون فاكرين ان هو لازم يكون فاهم وعارف. اول مرة تشوف الخوف في عين ابوك بتفهم ان هو ما كانش خارق، هو مجرد انسان بيحاول يحميك وهو نفسه خايف. بس يمكن اكتشاف خوف الاب ما كانش الاهم ان انت كمان خايف. وبعدين تيجي لحظة وتلاقي حد بيسألك المفروض نعمل ايه، تسكت لحظة لأنك لأول مرة تكتشف إن مفيش حد تسأله قبلك، القرار بقى بإيديك، لازم تتصرف. ومع الوقت بتبطل تسأل مين يقول لي هعمل إيه، لأنك بتكتشف إن الناس اللي كنت بتسألهم ما كانوش عندهم إجابة لكل حاجة، كانوا بس بيحاولوا ياخدوا أفضل قرار من المعلومات اللي قدامهم. وأوقات القرار بيطلع صح وبعدين ممكن يكتشفوا إن القرار طلع غلط، والفرق بيننا وبينهم مش إنهم كانوا يعرفوا الحياة أكتر، هم بس عاشوا منها جزء أكبر. ويمكن النضج الحقيقي مش إنك تلاقي كل الإجابات، ولكن لازم تتصالح مع إن الحياة مليانة أسئلة، وإنك تقدر تكمل رغم إنك مش عارف النتيجة. طب تخيل شاب بيقلب في صور قديمة وبالصدفة يشوف صورة أبوه وهو كان في نفس عمره، فيسأل نفسه أنا دلوقتي حاسس إن أنا تايه، هل هو لما كان في سني حاسس نفس الإحساس ده؟ وهنا بتتشقلب كل حاجة. لأول مرة يبطل يشوف أبوه كراجل ما بيغلطش ويبدأ يشوفه كإنسان بيحاول بقدر الإمكان. والرسالة من الفيديو ده، لما كنت صغير كنت فاكر إن النضج معناه إن يبقى عندك إجابة لكل حاجة، ولكن لما كبرت اكتشفت إن النضج الحقيقي معناه إنك تعرف إنك مش هتبقى عارف كل حاجة. يمكن أكتر حاجة ظلمنا بيها الكبار إننا كنا فاكرين إنهم يعرفوا الطريق، والحقيقة إنهم كانوا بيحاولوا زينا، بس يمكن هم سبقونا شوية، سبقونا في الغلط وفي الخوف وفي اتخاذ القرارات وفي الأحلام. ولما وصل الدور لينا اكتشفنا إن مفيش حد بيكون جاهز للحياة، ويمكن هي دي الحياة أصلا.